السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض ميزانية ال100 جنيه في اليوم. يعني في واحدة كانت بعتالي انها عايزة تعمل ميزانية 100 جنيه في اليوم، ومش بتعرف تشتري منظفات. هم 5 افراد، تمام؟ فهي مش عارفة تشتري ايه منظفات، يا دوب على الاكل بس. العيش بقى بتجيبه على جوزها، يعني جوزها اللي بيجيب العيش، تمام. هي ما بتقدرش تاخد مصروف الاسبوع مثلا 700 جنيه في الاسبوع. ما بتقدرش، جوزها شغال باليوميه وبيديها كل يوم 100 جنيه. كتر خير الناس، تمام. طيب احنا هنعمل ايه اول يوم؟ زي ما انتوا عارفين انا احب اجي على نفسي اول يوم او اول اسبوع، علشان اعرف امشي نفسي باقي الايام وباقي الاسبوع، تمام. فانت هتاخدي بقى ال 100 جنيه، هتسمي الله كده، طلعي 2 جنيه لله صدقه يعني، وبعدين تبص تلاقي نفسك ايه، عرفت تديري امورك وعرفت الدنيا كلها اتفتحت لك ان شاء الله، تمام. تعالي كده نمسك بند بند. مثلا اول يوم اداكي فيه 100 جنيه، هتاخدي ال 100 جنيه تنزلي تشتري نص كيلو عدس او نص كيلو فول مدشوش اللي انت عايزاه، تمام. يعني اللي ولادك بياكلوه. خمس افراد كبار عاقلين، يعني مش هيفضلوا يقول لك لا عايزين مش عارفه ايه وعايزين ايه. انت بقى معوداهم، تمام. هتشتري نص كيلو فول مدشوش او فول بصاره، او هتشتري نص كيلو عدس، تمام. ده ب22 جنيه، تمام. هتعملي ايه؟ هتعملي غدوه من العدس، ده ب22 جنيه. هتشتري كيلو طماطم ب10، وهتشتري نص كيلو بطاطس ب12، وهتشتري فلفل ب7 جنيه او 6 جنيه على حسب ما قدرت، على حسب المكان اللي انت فيه، تمام. هتشتري علبة جبنتي اللي هي العلبة ب23 جنيه، علبة نص كيلو 500 جرام ب23 جنيه. دي اسمها جبنتي، ما يعني مش عبور ولا رودس ولا كلام من ده، ب23 جنيه. هتشتري لانشون ب10. هتشتري فول مدمس ب16 جنيه او ب15، يعني احنا عندنا ب15، في ناس قالوا لي لا ب16، تمام. هتشتري تعملي فول والجبنه واللانشون ده للفطار والعشاء، تمام. الغد طبعا هتدمسي الفول في عندك في البيت عشان هيوفر معاكي. لو رحتي اشتريتي ب15 جنيه فول مش هيكفوا ال5 افراد، فانت هاتي نص كيلو فول واعمليه في البيت عشان يكفي معاكي. وكمان ممكن مع بصله وطماطميتين ولا حاجه وشويه فول كده صغيرين، هتبص تلاقيها اكله محترمه كده، فول بطماطم اكله محترمه هتكفي معاكي، تمام. يبقى الفطار اول يوم هيكون فول او وجبنه ولانشون، او جبنه او لانشون، تمام. يعني مش زي بعض، تمام. الغدا هيكون عدس او بصاره او فول بطماطم زي ما انت حابه. يعني لو ولادك مثلا فطروا جبنه ولانشون، وجيتي عملت الغدا مثلا فول بطماطم وكده، وعملت تقليه يعني حاجه كده كبيره يعني، تمام، ورضيوا يتغدوا، تمام. لا مش هتقدري مثلا، يبقى خلاص اعملي الغدا عدس او بصاره او فول بطماطم، تمام. العشاء بقى هيكون زي الفطار، هو الفطار، تمام. او ممكن تفطريهم جبنه ولانشون وتغديهم مثلا وتعشيهم فول. اليوم اللي بعده بقى دول كلهم بكام؟ ب100 جنيه. يعني انت لو حسبتيهم هتلاقيهم ب100 جنيه، تمام. انا حاسباهم قبل ما اصور الفيديو. اليوم التاني بقى هنشتري ايه؟ هنشتري نص كيلو رز. هنشتري قصدي كيلو رز ب20 جنيه، ب22، ب25، يعني زي المكان الموجود عندك. بس انا افضل ان انت تجيبي الرز السايب من عند العطار عشان تقدري تشتريه ب20، تمام. طيب احنا هنا ما استعملناش الطماطم والبطاطس والفلفل، فاحنا هنعمل صينيه بطاطس محترمه جنبها شويه كيلو رز، هيقضي معاكي، تمام. عشان 5 افراد ولا حاجه، ممكن تقللي كوبايه رز كده تشيليها على جنب، ماشي. مش عايزه ممكن تحط كيلو الرز كله. طيب الفطار هيكون الفطار والعشاء هيكون فول وجبنه وطماطم. طبعا اللانشون هيكون ب10 جنيه مش هيكفي، او لو كنت ناصحه اكتر يعني ممكن تعمل لهم سندوتشات لانشون وتشيل التاني لتاني يوم،
تمام. الغدا نعمل صينيه بطاطس ونقلي فلفل جنبها، ونشتري كيلو رز ب20 جنيه، يبقى الباقي معايا 80 جنيه. 80 جنيه هتشتري، عايزه تشتري مثلا منظفات، ال80 جنيه تقدري تشتري خلطه زي دي ب25 جنيه. هتقدري تشتري شامبو صان سلك ب24 العبوه دي. طبعا الخلطه دي بتقعد معاكي شهر او على حسب استخدامك. هتقدري تشتري كلور ب20 جنيه. تمام. هتعرفي تدبري امورك. شوفي انت نفسك عايزه ايه بالظبط واشتري. انا بوريكم الحاجات اللي عندي اهو. الخلطه ب25، وده ب24، ودي ب20. تمام كده. كده يكون ال100 جنيه خلصت بتاعت تاني يوم. تمام. هتيجي برضو تالت يوم تعملي ايه؟ تشيلي يوم عن يوم. انا بقول لك اهو، تعالي على نفسك يوم عشان اليوم اللي بعده تعرفي توفري فيه. اليوم التالت بقى تقدري الفطار والعشاء برضو فول. يعني الناس كلها بتفطر فول. يعني فول. عايزه تجيبي طعميه مثلا، نص كيلو طعميه وتعمليه في البيت. تمام. مش عايزه تعملي طعميه في البيت، ممكن تشتري ب10 جنيه عجينه طعميه وتقليها جنب طبق الفول. هيفرق معاكي. تمام. تجيبي نص شعريه، هتجيبي كيلو بتنجان رومي، هتجيبي كيلو طماطم، وتجيبي كيلو بطاطس. طيب الحساب كله هنا ب57 جنيه. يبقى الفطار فول، ولو عندك طعمية الفول لو باقي يعني، او شعرية بسكر، والعشاء مثلا فول. ممكن تعملي شعرية بسكر نص كيلو ب10، تعمله لهم بالصبح، بترمي كمية كبيرة على فكرة الشعرية وبتكفي. وتعملي فطار فول وطعمية، وتعملي العشاء مثلا فول وطعمية. تمام. الغدا هتعملي، احنا جبنا هنا بتنجان وجبنا طماطم وجبنا بطاطس. هتعملي صينيه مسقعه كبيره محترمه كده، وهتاكلي بالعيش. تمام كده احنا وفرنا 23 جنيه. ال 43 جنيه 57 ناقص 100 جنيه كفي معايا، هيتفضل معايا 43. قول 40 مثلا. ال40 دي عايزه تشيليها على جنب او تشتري بيها باقي المنظفات بتاعتك. تمام. يعني حاجه كده ب25 جنيه تبع المنظفات برضو تقدري تجيبيها وتشيليها. مش عايزه ممكن تشتري بيها بيض، ممكن تشتري بيها باكو شاي حلو. استكانه مثلا، استكانه ارخص حاجه. ممكن تشتري 2 كيلو رز وتشيليهم. تمام. يعني انا لو مكانك ممكن اعمل كده، اشتري بيض او شاي او 2 كيلو رز. اليوم الرابع بقى فطار وعشاء، هتشتري ب10 جنيه لانشون وعلبة جبنة برضو ب23 جنيه. وتشتري ب10 جنيه بليلة قمح، اللي هي القمح الحلو ده. القمح ده ممكن يكفي معاكي 3-4 ايام. تمام. لو ب10 جنيه برضو نص كيلو. او كوبايه من الرز ونعمل بيها، ونشتري لبن ونشتري لبن ب25 جنيه ونعمل رز بلبن للفطار والعشاء، بيدي طعم حلو. الغدا بقى هنجيب اجنحه ب40 جنيه الكيلو، مع نص كيلو باميه، ونعمل باميه او كوسه ب15 جنيه. هيكون معايا كام؟ هيكون معايا 90 جنيه. هتقدري تشيلي ال10. وهكذا باقي الايام هتدوري على اكلات وتخلي يوم يشيل يوم، يوم يشيل يوم. الايام اللي بتشيل بعضها دي تقدري تشتري بيها بقى المنظفات اللي ناقصاكي. مع العلم ان المنظفات هتقعد معاكي شهر. يعني انت لو اشتريتي مثلا بريكس العبوه دي هتقعد معاكي شهر او اكتر. يعني شوفي نفسك انت عايزه تشتري ايه منظفات وهاتيه. لكن الكياس الصغيره دي واشتري كياس شامبو او كياس مش عارفه ايه، لا مش هتقعد معاك هي المره ولو كفت معاك. لكن انا بقولك على افضل طريقه. حاولي ان انت تعملي كده، هتلاقي نفسك دبرتي ووفرتي. تمام. و100 جنيه في اليوم حلوه قوي. يعني ما شاء الله حلوه قوي، تقدري تمشي بيها نفسك. تمام. يا رب اكون فدتك بحاجه، وان شاء الله ان شاء الله يا رب اكون وفيت يعني بالميزانيه. ولو في اي حاجه انا بعمل منيوهات على القناه، المنيو اللي يعجبك امشي عليه.
تمام. كلها اكلات برضو موفره، بس انا عشان باخد مصروفي بالشهر. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، واتمنى منكم الاشتراك في القناه ولايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.